جاء أن الشيخ تقي الدين كانت إذا أشكلت عليه المسألة ذهب إلى المساجد المهجورة، لأنها بيت من بيوت الله ومهجورة ليس فيها أحد، فيكون المرء أقرب لله عز وجل. دائما الواحد يكون أقرب لله عز وجل إذا كان بعيدا عن الأعين، ولذلك دائما العبادات التي يجد فيها المرء لذة ما كانت من عبادات السر، قيام الليل، الزكاة التي ينفقها المرء في سره، النظر، غض البصر في النظر، كلها جاءت الأحاديث بأن فيها كسبا للذة العبادة. فكان يأتي هذه المساجد المهجورة ويكثر من السجود والتضرع ويقول: اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ويقول الشيخ تقي الدين أيضا في كتابه، في له رسالة في تفسير آيات الربا، قال: وهذا الكلام الذي كتبته بعد طول تضرع لله عز وجل، طول تضرع له سبحانه وتعالى أن يهديني الله عز وجل.